لماذا كان أبغض الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب؟ لأن الكذب ينبني عليه كل فاحشة أو ذنب يقع فيها الإنسان. فإذا سرق فربما كذب وقال لم أسرق، وإذا زنى فربما يكذب ويقول لم أزني، وإذا هتك أعراض المؤمنين يكذب ويقول لم أفعل، وإذا مد يده على أموال الناس يقول كذبا بأنه لم يمدها عليه، وإذا فعل وفعل وفعل. ولذلك من تخلق بهذا الخلق المشين فإنه من باب أولى أنه يجترئ على غيره من الأخلاق. وليست هناك صفة في الرجولة يمتدح فيها الرجل أعظم من الصدق. فإذا كذب الرجل أو كذبت المرأة سقطت مروءته وسقطت مكانته بين الناس، ولم يعد له حتى سقطت مكانته عند الله، لأنه لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأعوذ بالله من الكذب، واتقوا الله عز وجل. وإياكم أن تعلموا أولادكم الكذب السلبي اللي هو إيش؟ تعليم الكذب بالقدوة من خلال بعض الأفعال. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا الخلق السيء.